السلام عليكم. كاينين ناس في هاد الدنيا كيدوزو جهنم ديال الغربة وكيضحيو بكل شيء باش يفرحوا عائلتهم، ولكن اش كيوقع الا كانت العائلة هي اول وحدة كتبيعك؟ البطل ديال القصة ديالنا واحد الشاب سميتو سعيد، كبر في واحد الدار بسيطة وفقيرة مع والديه وخوه الصغير اللي غنسميوه يونس، اللي كان هو الحلاق ديال الحومة. منين وصل سعيد 20 عام قرر يمشي لأوروبا، قرر يحرق بلا ضمانات بلا والو. مشى طلع للشمال، خدم هنا ولهيه، هز صنادق الحوت في المرسى، ما خلى ما دار حتى لقى الفرصة ومشى سلت لأوروبا. ولكن كان عنده هدف واحد في حياته، هو يعاون عائلته ويبدل ليهم حياتهم. وصل سعيد لأوروبا، تكرفص مزيان، الناس في الزناقي، ما خلى فين خدم في البني، في المعامل، خدم في السواق، كان كيضرب تمارة. كل ريال كيجمعو كيصيفطو لوالديه باش يبني ليهم الدار ويصلحوا حياتهم. وخا كان بعيد عمرو ما نسى خوه، شرى ليه صالون حلاقة جديد ودارو في باسم الاب ديالو، حيت كان كيثيق في العائلة ديالو. دازت السنوات، الدار تبنات، وخوه ولا عنده مشروع، والوالدين ديالو ولا عندهم كل شيء. سعيد فرحان، قال لهم دابا وقت الزواج، بغيت نرجع نلقى بنت الناس وندير عائلة. بيان سور الام ديالو لقات ليه بنت زوينه سميتها ليلى، كتوالمو، تعلق بها وعجباتو ودار ليها عرس ما كيتنساش. الناس كاملين هضروا عليه، سعيد ولد الناس ما نساش اصله. من بعد العرس اضطر سعيد انه يرجع لاوروبا باش يكمل الاجراءات ديالو الاخيره ويرجع ويدخل لبلادو في خطره. داز عام ورجع فرحان، ولكن من رجع لاحظ حاجة خلاتو كيشك في مراتو حاملة، وهو ما كملش حتى شهر باش دخل. بدا كيشك ولكن سكت وما قال والو. بدا كيحقق وكيسول وكيقلب في صمت حتى لقى الحقيقة. الاب ديال الجنين ديالو ماشي هو، ولكن ما غاديش تتوقعوا شكون هو، خوه يونس. الدم تزاد فيه، القلب تحرق، ضرب، غوت، بكى، ما بقى فاهم والو. ولكن الكارثة الكبيرة ماشي في مراته ولا في خوه، وإنما في والديه، حيت فاش واجههم وعاود الأم ديالو قالت ليه هداك خوك صغير ومن الطبيعي أنه يغلط. غوت، ضارب مع خوه، ضارب مع مرته. ناض الاب ديالو مشى دار بيه شكاية في البوليس، ولدي كيبغي يقتل خوه وباغي يقتل مرته. وفجأة كل شي دار عليه، كل شي مشى وخلاه. حبس مرته في البيت، سلخها مزيان، عاود باه عاود تاني عيط للبوليس. جاو البوليس حلوا على مرته هربات، وحتى خوه حتى هو غبر. مشى كيقلب عليهم، قنع عليهم حتى عرفهم. مشاو طلعوا لتطوان وكراو واحد لابارتمون سكنوا فيها. بقى قاني هو على ديك الدار، قاني عليها حتى شاف خوه غادي في الزنقة وطلع لهاديك الدار. طلع تبعو، شنق عليه وبقى كيضربو. بدات مرتو كتغوت، تجمعوا الجيران وعيطوا البوليس. سعيد شدوا البوليس وقالوا ليه راه مكيناش سيبه في البلاد. قال لهم هذاك خويا وهذيك مرتي خانتني مع خويا. قالوا ليه كاين القانون في البلاد. تشد سعيد، ولكن الطامة الكبرى هو ان فجأة والديه جهدوا فيه
وقالوا ليه هادي راه قالوا للبوليس هادي ماشي اول مره كيحاول فيها يقتل الاخ ديالو. سعيد ما عرف باش تبلى الخيانه، فقد اعصابه، فقد مرته، فقد خوه، وفقد حتى والديه. في المحكمة عاود الأب ديالو زاد كملها، قال ليهم هذه تاني مرة ولدي كيبغي يقتل خوه، راه خطر علينا كاملين. قاضي ما كانش عنده خيار، سعيد تحكم عليه وتحبس مظلوم مكسور وخاين من أقرب الناس ليه. في الغربة بني وفي البلاد تهدم، خانوه خوه مراته وعائلته كاملة، وفي الآخر لقى راسو بدأ من تحت الصفر، ولكن هاد المرة بلا ثقة بلا كرامة بلا سند. العبرة من هاد القصة أنه ماشي كل عائلة كتستاهل التضحية، وثيقتك خزنها مع الله، أما البشر راه يبيعوك في دقيقة. انتهت القصة ديالنا، كنتمنى تكون فهمتوا العبرة، والسلام عليكم.